السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض العيش الفلاحي بمناسبة دخول شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. وان شاء الله هنتكلم عن كل حاجة تخص نجاح العيش بإذن الله. انواع الدقيق، وايه الدقيق اللي ينفع وايه الدقيق اللي ما ينفعش، وازاي نروح على المطرحة، ولو احنا مثلا ما عندناش فرن عايزين نخبز العيش الفلاحي ده نخبزه على ايه، ولو في اي حد فيكم عايز اي نوع من انواع المخبوزات اللي احنا بنعملها في الارياف يقدر يكتب لي في التعليقات وانا باذن الله اعملها لكم. بس اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول ويلا بينا نبدا على طول. انا عندي هنا 5 كيلو من الدقيق. الدقيق ده دقيق القمح، دقيق القمح اللي هو الحبه الكامله. احنا بنجيبه بنخله بالمنخل زي ما انتم شايفين كده. بنستخرج الدقيق لوحده، وكمان بنستخرج الرده اللي هي النخاله لوحدها. النخاله هنستعملها في حاجه والدقيق هنستعمله في العجن. بعد كده انا عندي ميه دافيه، مش سخنه، ميه دافيه. عندي ال5 كيلو دي ضمت احط معلقتين 2 من الملح، ونص معلقه صغيره من الكربوناتو علشان احنا في الشتاء. وهنحط مكعب خميره يكون كبير شويه. مكعب الخميره ده هيكون حوالي 200 جرام. بعد كده هنزل بالميه اللي فيها الخميره ديت. وبعدين انزل بالميه شويه بشويه واعجن بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ما انزلش بالميه كلها مره واحده علشان العجين بتاعي ما يخرصش معايا. لو نزلت بكميه الميه كلها على الدقيق بتاعي العجينه هتخرز معايا. لما اعجنه بشويه بشويه زي ما احنا شايفين كده هنلاقي الدقيق بيدوب في الميه، وكمان هيبقى له عرق ومش هيخرز معايا. بعد ما اتاكد ان الدقيق داب في الميه خالص، افضل بقى اعمل الحركه اللي انتوا شايفينها دي. اخد الدقيق كده وارجع ايه، ارده تاني. اخده كده وارجع ارده تاني. الحركه ديت بتخلي عرق للعيش وبتخليه يشد كده، ولما نيجي نخبزه نعرف نريحه وما يتقطعش مننا ولا اي حاجه. عندنا هنا الدقيق ده خد قده ميه. يعني مثلا لو انا معايا حله كده، الحله دي مساحه دقيق، نفس الحله مساحه ميه. وطبعا ناخد حذرنا لان كل نوع دقيق بيختلف من التاني. المفروض انا لو مبتدئه في الخبيز معجنش الكميه دي كلها، واخلي الدقيق ناقص شويه في الميه علشان خاطر ايه بتعلم فيه يبقى سهل عليا شويه. لكن عشان انا بعرف اخبزه فعملته بالشكل ده. بعد كده بقى بشويه ميه او بشويه دقيق هبدا اسطر العجين. احنا اهالينا كانوا معلمينا يقولك استر العجين وكده بالميه علشان خاطر وتلمي حرف بقى الطبق او الحله اللي انت بتعجني فيها. وبعدين نغطيه كده ونركنه لمده ساعه يبدا يخمر معايا. وبعدين ابدا الم الحرف بتاعه تاني، مش ههبطه. ابدا بس الم الحرف بتاعه علشان خاطر برضو يخلي العجين يتشد معايا. بعد كده بقى انا هبدا اخد النخاله اللي طلعت من الدقيق وهرشها كده على صينيه او على طاوله خشب. وبعدين اجيب زيت، او مثلا لو انت اول حاجه مبتدئه مش هتعرفي تقرصي على زيت تقدري تجيبي دقيق. تاخدي قطعه من العجين كده بالشكل اللي انتوا شفتوه من شويه. وبعدين ابدا ايه اعوص ايدي التانية زيت. وبعدين ابدا الف كده الرغيف لحد ما يبدا يكور معايا ويبقى بالشكل ده. طب احنا نعرف مننا حته واحنا بنعجن العجين ان العجين بتاعنا ده مرق او يابس؟ بصي بقى، وانتي بتعجني العجين بعد ما تخلصي هتاخدي حته عجينه كده وتحطيها مثلا على وش العجين من فوق. لو لقيتيه فرش معاكي بسرعه خالص يبقى العجين ده مرق وعايز شويه دقيق. لو انت حطيتيها لقيتيها نزلت بالراحه كده ونزلت حاجه بسيطه خالص قوي بس مجرد انها استريحت حاجه بسيطه يبقى كده العجين مظبوط. لو حطيتيها لقيتي العجين مكوره كده ومكوعه زي ما هي ومفيش حاجه ومكببه كده ما استريحتش شويه والعجينه ناشفه في ايدك كده تبقى العجينه ديت يابسه، عايزه شويه ميه. وكل ما تخدمي العجين كل ما تاخدي نتيجه عيش افضل. يعني العجين بتاعك ياخد حوالي تلت ساعه عجن، مش اقل من كده، علشان خاطر العيش بتاعنا يطلع مظبوط. بعد ما اقرص بقى الكميه بتاعتي كلها اخلي بالي ان اسيب مسافه بين كل رغيف والتاني علشان خاطر لما هو يرفع معايا ما يلزقش في التاني. وبعدين اما اجي بقى بعد ما يرفع اولع الفرن يسخن الاول كويس. وبعدين ابدا ارش على المطرحه بتاعتي شويه رده. وبعدين اكتر شويه رده من اول الرغيف كده عشان لما اجي ادخل ايدي تحت الرغيف العجين ما يلزقش في ايدي. وبالراحه كده اروح جايه واخداه
ومدخلاه في الفرن زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا العيش بتاعي ده بشقه نصين اتنين، بحط نص الرغيف اليمادي عند النار ونص الرغيف التاني عند النار، بس بعد ما بيشيل. يعني انا رحيت العيش كويس، الرغيف كويس اهوت، ونزلت منه كل الرده اللي انا كنت حطاها تحت، والرغيف كبر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هسويه بقى بايديا كده بدور المطرحه، وبعدين هاخده على طول واروح جايه زي ما احنا زقلينه في الفرن، ايوه بكل سهوله. هو بس عايز اول مره قلب جامد، وبعد كده الموضوع خلاص سهل باذن الله. بس المبتدئين يعجنوا كيلو واحد بس. وانا عملت قبل كده العيش القمح ده على عيون البوتاجاز، خبزته على عيون البوتاجاز، عجنت كيلو واحد عمل لي 8 ترغفة على عيون البوتاجاز. للي مبتدئ يقدر يعمله الاول. وعملته كمان ان احنا نعمله من غير مطرحه، ان احنا نبططه من غير مطرحه، وطلع ما شاء الله عليه قابب ومنتفخ كده وجميل زي العسل. اللي ما يقدرش يعمل بالمطرحه ولسه مبتدئ وعايز يتعلم، يقدر يتعلم الاول في كيلو على البوتاجاز، ومره في مره باذن الله يتعلم، لان العيش ده سهل جدا. وده اللي احنا بنعتمد عليه طول شهر رمضان، احنا بنعتمد عليه على طول في بيوتنا. العيش ده بالذات ما نقدرش نستغنى عنه عن اي حاجة تانية احنا بنخبزها في وسط الاسبوع كده على البوتاجاز او اي حاجة، لو ضيف طارئ او اي حاجة. هعمل معاكم واحد كمان زي ما انتوا شايفين كده. انا شلت الرغيف ورحيته، وبعدين طلعت الشقيتين اللي احنا دخلناهم. سألت الرغيف اهو زي ما احنا شايفين. هبدأ ابل بقى القطاعة بتاعتي ديت، ابلها كده ميه، وبعدين ابدا اقسم الرغيف نصين اتنين وهو لسه ني. وبعدين بعد اول ما يرفع معايا، يبدا يرفع كده ويشيل ويمسك نفسه قبل ما يحمر، هبدا اخد رغيف احطه على الجهه بتاعه النار اليمين، ونص الرغيف التاني احطه على جهه النار الشمال. كده العيش بتاعي هيبقى زي الفل. وطبعا انا بخبز لوحدي، ده انا بخبز لوحدي. لو في مثلا في ناس ما تعرفش تخبز لوحدها، تخبز وحد يخبز معاها، يبقى في واحده قاعده قدام الفرن والتانية بترحلها وبتشيلها من على الطاوله. لكن انا بخبز لوحدي، باخد الرغيف الاول زي ما انا اوريكم كده، اشيله على المطرحه، وبعدين احطه اريحه، وبعدين اشيله في الفرن. على ما الرغيف اللي في الفرن يرفع ويشيل كده، اكون انا رحيت الرغيف التاني وشيلته وطلعته. طيب احنا نتكلم بقى شوية عن انواع الدقيق. ده الدقيق الحبة الكاملة، زي ما قلت لكم خدنا النخاع لوحدها وخدنا الدقيق لوحده. طب لو احنا عايزين نخبز العيش بس ما عندناش دقيق الحبة الكاملة، تقدري تستخدمي الدقيق الفاخر اللي هو الدقيق الزيرو اللي احنا بنعمل بيه الكيك. طب احنا عايزين نحول الدقيق الفاخر ده لدقيق قمح. هنجيب نخالة، هتجيبي من عند السوبر ماركت او من اي مكان بتاع اعلاف او حاجة زي كده النخالة بتاعت الدقيق اللي هي تنفع للخبيز. وهناخد على كل كيلو دقيق معلقتين اتنين من الردة. لما ناخد معلقتين الردة دمت هيحول ونحطهم على الدقيق الزيرو او الدقيق اللي هو الفاخر ده، هيتحول معانا يبقى دقيق قمح، هيبقى نفس الدقيق اللي احنا عاملينه ده. هنا بوريكم شكل العيش اهوت، ما شاء الله مقلي من فوق ومن تحت، وتقدري تفتحيه او تغمقي شوية عن كده في الحمار بتاعه زي ما انت عايزه. بس حلاوة الدقيق القمح ان هو بيبقى الفايدة بتاعت القمحية كلها موجودة فيه. احنا مثلا هنا في الارياف بنجيب الغلة من ارضنا مثلا، او بنشتريها من حد يكون بيبيع غلة، وبناخدها نغسلها وننشرها في الشمس وننشفها، وبعدين بنبدأ نطحنها في المكنة بتاعة الطحين، وبعدين بننخله ونبدأ نستخدمه في الحاجات، في العجين والخبيز زي ما انتوا شايفين كده. طب احنا مثلا عايزين نخبز الدقيق ده بس مش بدقيق كله، مش بدقيق قمح، نقدر نخبزه بدقيق الذرة. نحط على كل مثلا الكيلو، مثلا الكيلو الدقيق القمح نحط له ربع كيلو من الدقيق الذرة. يعني مثلا نحط كيلو الا ربع قمح وربع كيلو ذرة، ونعجنه عشان طبعا الدقيق الذرة ما بيبقاش له عرق. لو احنا خبزناه كله بدقيق الذرة مش هينفع، مش هيبقى له عرق معانا، ومش هيبقى بيمط معانا كده، ومش هينفع ينغبس خالص بدقيق ذرة كامل. الدقيق الذرة الكامل ده بنعمل بيه احنا عيش تاني اسمه عيش بتاو، او مش عارفة عندكم في الارياف في البلاد التانية بيقولوا عليه ايه، ويبقى عيش صغنن كده، وبنقطعه بالقطاعة كده، قطعة مدورة كده عاملة زي الكوشة او زي الكبشة المغرفة يعني، وبنحطه في الفرن كده. لو انتوا عايزين ابقى اعمله لكم في مرة.
لكن لو احنا عايزين نخبزه بالعيش القمح هنعمله كده زي ما انا قلت لكم. لكل كيلو الا ربع من الدقيق القمح هنحط عليه ربع كيلو من الدقيق الذره، وننخله ونعجنه بنفس الطريقه. العيش بتاعنا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله طلع جميل ازاي، كله قابب ومحمر كله زي ما احنا شايفين كده. تقدري تحطي انت الرغيف سليم، تقدري انت تقطعيه. طب انا مثلا لو خبزت العيش وطلع ناشف مني، مثلا من الفرن ولا حاجه كان هادي ولا حاجه، اما اطلع العيش بتاعي ارصه على بعضه على طاوله زي ما احنا شايفين كده. واول ما اخلص خبيز، او مثلا لما اخلص نص الكميه لو انا عامله كميه كبيره، ابدا احطها في كيس واربط الكيس واركنه شويه. هتبص نلاقي العيش بتاعنا رد وبقى طري وبقى جميل جدا. آه كل حاجه لها سهله، يعني مفيش حاجه صعبه خالص، بس كل حاجه بالراحه كده، بالتعليم بالراحه. لو هتتعلمي تعلمي في حبه صغيرين كده. الفيديو بتاعنا خلص. احنا عملنا كمية عيش محترمة جدا تكفينا لشهر رمضان بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. يا رب يكون الفيديو سهل وبسيط وعجبكم. ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ولو اي حد فيكم عنده اي نوع من الوصفات عايزه يقدر يكتب لي في الكومنتات. دمتم في رعاية الله وفضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.